تحتضن دبي النسخة 23 من معرض سوق السفر العربي بتواجد أكثر من 2500 شركة عارضة، ووسط حضور شخصيات هامة يتقدمها سمو الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة. نحن نستقبل من دول الخليج أرقام أعلى مما تستقبل دول الخليج من المملكة، سواء للعمرة أو للزيارة. ونحن نعتقد، والإخوان في دول الخليج يعني في الإمارات وفي الدول الأخرى، ونحن في الإمارات نتكلم عن الإمارات، هم أصدقاء وبيننا مودة وتقدير. لو قلت أنا أن المملكة العربية السعودية سوف تكون هي الوجهة من أهم الوجهات التي تجذب سكان الخليج، ومن أكبر التدفقات سوف تكون من سكان الخليج. وتعد المملكة وجهة سياحية كبيرة في المنطقة، خاصة أن هذا المعرض يمثل تحديا تجاريا رائدا في قطاع السفر والسياحة. بدأ الآن المملكة طلبت أن يكون هناك مجلس وزراء دول الخليج للسياحة، وانعقد المجلس، وطلبت المملكة في الكويت العام الماضي أن يكون هناك لقاء مشترك بين وزراء السياحة ووزراء الثقافة. فعاليات المعرض ستستمر لمدة 4 أيام ابتداء من 24 إلى 28 من الشهر الجاري، ومن المتوقع أن يتجاوز عدد الحضور 26 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم. المعرض اكتسى أهمية كبيرة في تحديد الوجهات لهذا الصيف، موسم الرحلات والإجازات، والمشاركة المتميزة للمملكة جعلتها على رأس تلك الوجهات. للإخبارية السعودية، فاطمة حسين، دبي.